طريقة بتفرق جدا في النتيجة النهائية. العادي الغسيل بيكون مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل. بس في ناس بشرتها جافة قوي، مرتين ده مش كتير؟ ممكن لو البشرة جافة جدا ممكن مرة واحدة بالليل تكون كفاية عشان نحافظ على زيوتها الطبيعية. الخطوات نفسها بسيطة بس مهمة. أول حاجة نبل الوش بمية فترة، مهم قوي تكون فترة مش سخنة. ليه مش سخنة؟ المية السخنة ممكن تضر حاجز البشرة الطبيعي اللي هو بيحميها وتسبب جفاف زيادة. فهمتك. طب وكمية الغسول؟ في ناس بتحط كتير قوي. لا خالص، كمية صغيرة قد حبة البسلة كده كفاية جدا، مش بالكتر يعني. مم. بنوزع الكمية دي على الوش ندلك بلطف بحركات دائرية لمدة مثلا نص دقيقة لدقيقة. اللطف هنا مهم قوي، بلاش فرك جامد أو نستخدم ليفة خشنة أو حاجة، ده بيحافظ على سلامة البشر. بعدين نشطف كويس بمية فترة، وممكن في الآخر شطفة سريعة بمية باردة شوية عشان تقفل المسام. والتنشيف؟ التنشيف يكون بطبطبة خفيفة، يعني ما ندوش جامد بالفوطة، ونستخدم فوطة نظيفة طبعا وناعمة. جميل. طيب إيه النتائج اللي المفروض نتوقعها؟ هل بنحس بفرق على طول؟ في نتائج فورية طبعا، يعني الإحساس بالنظافة والانتعاش ده بيكون فوري، والزيوت الزيادة بتروح. لكن لو بنتكلم عن علاج مشاكل معينة زي الحبوب أو توحيد اللون، فالمصادر بتأكد إن الموضوع ده محتاج صبر والتزام. يعني مش من أول أسبوع مثلا؟ لا، غالبا لا. ممكن نحتاج من 4 ل6 أسابيع أو يمكن أكتر كمان مع الاستخدام المنتظم كل يوم عشان نبدأ نشوف فرق ملحوظ بجد. طيب وإزاي نعرف بقى إن الغسول ده فعلا شغال كويس معانا ومش بيضرنا؟ المؤشر الأساسي هو إحساس البشرة بعد ما نغسلها. المفروض نحس إنها نظيفة ومرتاحة، مش مشدودة قوي كأنها ناشفة، ولا طبعا تكون بتقشر أو فيها حرقان. ولو حصل حرقان أو احمرار؟ لو في حرقان مستمر أو احمرار أو تهيج واضح، دي علامة إن الغسول ده مش مناسب لينا خالص، لازم نوقفه فورا. وفي نقطة كمان مهمة، الغسيل الزيادة عن اللزوم ممكن يضر، يعني أكتر من مرتين في اليوم ده ممكن يكون كتير. ممكن يجرد البشرة من زيوتها تماما؟ بالظبط، ممكن حد يحتاج مثلا غسول خفيف الصبح وغسول أقوى شوية بالليل عشان يشيل الميك اب وتراكمات اليوم كله. يبقى خلاصة الكلام اللي طلعنا بيه من المصادر دي، نعرف نوع بشرتنا كويس قوي، نقرأ المكونات وندور على اللي يناسبنا ويحل مشاكلنا، نستخدمه صح وبلطف وما نستعجلش على النتائج. مظبوط، العناية بالبشرة دي رحلة، وكل واحد رحلته مختلفة. تمام.